أهلا بيكم يا أحلى متابعين. والله وحشتوني. ده الجزء الخامس من قصة خاتم الشر على قناة خيال بلا حدود. ما تنساش تعمل إعجاب وتشترك. يلا نكمل المعركة. في قلب المعبد المدفون تحت رمال الصحراء، حيث الجدران العتيقة تحمل نقوشا من لعنات قديمة، والهواء يثقل بالظلال والرهبة، وقف آدم. لم يكن الشاب البسيط الذي عرفناه يوما، بل صار جسده يكسوه وهج أحمر قاتم، وخاتم فضي في إصبعه يتوهج كقلب ملعون، ينبض بطاقة لم ير مثلها من قبل. عيناه كجمر مشتعل تحدقان في الظلام، وكأنهما نافذتان إلى جحيم آخر. وأمام هذا المشهد المروع لم يتبق سوى ثلاثة: العجوز الحكيم، ظهره محني قليلا، لكن عينيه ما زالتا تقدحون بالعزم، يمسك بعصاها التي تشع بضوء أزرق دافئ، كأنها آخر ما تبقى من نور العالم. المحارب المدرع يطف صلبا، درعه مشقق من معارك لا تعد، لكن قبضته على السيف ثابتة لا تعرف التردد. والفتاة بعينيها الزرقاوين المتوهجتين ويديها المشعتين بطاقة غامضة كانت تلمع كجوهرة أمل في وسط بحر الظلام. هنا ولد الصمت، صمت ثقيل كأن الجدران نفسها تحبس أنفاسها. آدم رفع رأسه، ابتسامة باردة تنوح على شفتيه. وفي المقابل العجوز شد قبضته على عصاه. الفتاة رفعت يديها، والمحارب ثبت قدميه كأنه جبل. لم تكن هناك حاجة للكلمات، فالمعركة لم تكن بين بشر بل بين قوى خالدة. فجأة تحرك آدم، يده ارتفعت ببطء، والخاتم فجر بوهج أحمر ساطع. لحظة واحدة فقط، واندفعت موجة صادمة عنيفة شقت القاعة نصفين. الأرض اهتزت، الأعمدة القديمة تساقطت، والغبار ملأ المكان. العجوز ضرب بعصاه في الأرض، فانتشرت دوائر من نور أزرق كدرع واقين. الفتاة أضافت قوتها، وامتزج نورها بنور العجوز، والمحارب وقف أمامهم، درعه مرفوع كجدار من فولاذ. لكن قوة الخاتم كانت كالإنصار. اصطدمت الموجة بالحاجز الأزرق، فصرخ النور ككائن يحتضر. الشرارات الحمراء اخترقت الضوء، وأخيراً انفجر الحاجز في ومضة واحدة. ارتدت الفتاة للخلف، سقطت أرضاً وهي تلهث. العجوز تراجع، صدره يعلو ويهبط كمن يوشك أن ينهار. أما المحارب فظل واقفاً، درعه مشقق لكنه لم ينحني. آدم ظل في مكانه، لم تلمسه شعرة. الخاتم يتوهج أكثر من أي وقت مضى، والشر يقطر من ابتسامته. لم يعد آدم أسير الخاتم، لقد صار هو والخاتم واحداً. الصمت عاد من جديد، لكن هذه المرة كان صمتاً من نوع آخر، صمت إدراك. العجوز رغم ضعفه رفع عصاه مرة أخرى. الفتاة متألقة بنور أزرق خاف نهضت رغم الألم، والمحارب سيفه ما زال ثابتاً تقدم خطوة للأمام. وفي الجهة الأخرى يقف آدم وحيداً، لكن حوله هالة حمراء كأنها جيش من الجحيم. عيناه تحترقان، والخاتم يلمع كعين شيطان قديم. هناك في قلب المعبد ولدت المواجهة، الضوء في مواجهة الظلام، والأمل في مواجهة اللعنة. أشوفكم في الجزء السادس يا أحلى متابعين. ما تنسوش دعموني بلايك واشتراك في قناتي خيال بلا حدود. سلام.